السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد 5. النهاردة عندنا exercise على lesson 4 اللي هو كان بعنوان أو أخدنا فيه comparing plant and human system. وأول سؤال معانا هما عندنا اتنين worksheet نمبر 4 ونمبر 5، والاتنين هيكونوا على lesson 4 اللي أخدناه في الفيديو اللي فات. وأول سؤال معانا complete، وأول حاجة في الكومبليت بتقول human and animals depend on plant as a source of. يعني إيه؟ يعني الإنسان والحيوان بيعتمدوا depend on على النبات كأنه مصدر لإيه؟ فاكر آخر سؤال نهينا بيه في lesson 4 لما قلنا life without plant هتكون impossible، الحياة من غير نبات تكون مستحيلة. قلنا عشان البلانت make a photosynthesis process and produce oxygen to human and animal اللي بيساعدهم على عملية البريس، يبقى هو مصدر لإيه؟ للأكسجين، عشان النبات بينتج أكسجين اللي الإنسان والحيوان بيتنفسوا، تبقى الإجابة هنا أكسجين. تمام. السؤال التاني plants absorb نقط and نقط. انت المفروض طبعا انت حل الأسئلة دي كلها، دي أنا كنت مديها لك واجب في الحصة اللي فاتت، بس برضو يعني لو انت مش حللها فاحنا بنحلها واحدة واحدة اهو مع بعض بالراحة، مش بقول الإجابات على طول. plants absorb نقط and نقط to make its food. plants absorb ايه؟ بيمتص ايه وايه؟ to makes its food. السؤال ده يا سلام، بس لو السؤال ده يبقى ليه كده ايه إجابة كده أعرفها. أنا كاتبها يا مستر والله. طب ايه كاتب ايه يا حبيبي؟ قول لي. أنا كتبت يا مستر ووتر و نيوترانس. لا، أقول لك هنا الإجابة غلط، لأن إحنا في كذا حاجة النبات بيمتصها، فهو هنا قال لك to make their own food. فأنت ممكن تكتب كذا حاجة تأمن نفسك، لأن هو ما قالكش from إيه. طيب لو كتبت ووتر واسمه ايه ده ومينرالز او مينرالز، او بلاش مينرالز لان كتبت نيوترينتس غلط. لا صح، بس طب مش انت عارف حاجات اكتر؟ ما تكتبهم كلهم. sunlight، كربون دي اوكسيد، ووتر، ونيوترينتس. بس ايه اكتر حاجات ممكن اكتبها الاول؟ ووتر ونيوترينتس، بعد كده اكتب ممكن sunlight وكربون دي اوكسيد. تمام. تمام يا مستر. طيب السؤال رقم 3. Nutrients and water move up through the stem of the plant through the vessels called. فاكر اللي كان بيعمل النيوترينتس والووتر موف اب خلال الستيم of the plant through the vessels called ايه؟ ها احنا كان عندنا حاجتين، زايلم والفيلوم، ده انهي واحد فيهم؟ الزايلم. الله ينور، فتكتب زايلم. طيب السؤال رقم 4. plants need نقط energy to make food. البلانت بياخد الطاقة منين؟ يبقى light energy أو sunlight energy، يبقى plants need sunlight energy. الإجابة دي هتلاقوها في الإجابات مكتوبة solar تقريبا، فهي بس غلط، هتعدلوها في نموذج الإجابة تبقى sunlight energy. بعد كده السؤال رقم 5. نقط is one of the important function of roots. حاجة مهمة أو وظيفة مهمة للروتس. إيه هي وظائف الروتس المهمة؟ بيعمل إيه؟ absorb water and nutrients. بص برضو في حاجة تانية افتكرتها، السؤال برضو ده هتلاقوا النيوترينتس في نموذج الإجابة مكتوبة mineral salads، خلوها برضو nutrients. ماشي؟ تمام. يبقى هنا هنقوله roots أو eats absorb water and nutrients from the soil. طيب السؤال رقم 6. The stem of most flower is فاكر أما قلنا في 5 أنواع من الستيم؟ الرانرز، تيوبرز، الايه تالتة؟ ايوه اللي هي تبقى دي ابراي. الله ينور. يبقى the stem of most flower دي اللي هي كانت شكلها عبارة عن، نرسمها كده مع بعضينا، عبارة عن خط كده وبيحمل
الزهرة بتاعها، فهو ده كان الأب رايت. تمام. طيب the stem of most flower is، قلنا خلاص upright stem. طيب نوعه تاني the stem of plant that extend under the ground is called، اللي كان تحت الأرض اللي هو كان مثال عليه بوتيتو، كان اسمه ايه؟ تيوبرز. تمام. طيب رقم 8 pine tree leaves are نوع من أنواع الليفز اللي كانت موجودة في الباين تري اللي احنا قلنا بتشبه النودلز اللي بتشبه الإبر، كان اسمها ايه؟ نارو ليفز. نارو ليفز. وكان في نوع تاني كان اسمه فلات اند وايت ليفز، بس مش هو ده، هنا هتبقى نارو ليفز رقم 8. الإجابات كده كده هتبقى في آخر الفيديو، الموديل أنسر بتاع الإجابات بيظهر زي ما احنا متعودين. تمام. نخش على question 2 وهو true or false. طيب أول حاجة عندنا بيقول لك plant leaves contain openings، صح ولا غلط؟ هل البلانت ليف بيكون فيه فتحات؟ طبعا صح، دي الفتحات دي اسمها ستوماتا وبيتم من خلالها تبادل الهواء. طيب 2 tubers extend on the ground and help in the formation of new plant. التيوبرز دي stand on the ground and help in the formation of new plant. هل هي بتبقى التيوبرز ولا الرانرز؟ يبقى دي غلط. تمام. وطبعا دول نوع من انواع الستيم. تمام. طيب رقم 3 the photosynthesis process occurs inside the leaves of plant. هل الفوتوسينثيز دي بتتم جوه أوراق النبات؟ صح، لما قلنا جوه أوراق النبات بتستخدم السنلايت، الطاقة دي بتاعت الانرجي بتاعت السنلايت، الطاقة بتاعت ضوء الشمس، وبتعمل بيها كومبين للووتر اللي حصل لها ابزورب من الروتس واتنقلت عن طريق الستيم لحد الليفز، وبتعمل للكربون دي اكسيد اللي حصل له ابزورب عن طريق الليفز. الاثنين دول الووتر والكربون دي اكسيد بيتعمل لهم عمليه اسمها كومبين، وتنتج ان الاكسجين والفود اللي هو نوع من اللي هو من انواع الشجر، جلوكوز. ده كله بيتسمى ايه؟ الفوتوسينثيس. كل ده بيحصل فين بقى؟ في الليفز. فالإجابة بتاعت رقم 3 هتكون true، صح. السؤال رقم 4، يلا بينا على نمبر 4. the roots make the food for the plant. الروتس بتعمل food for the plant. هل هي الروتس هي اللي بتعمل الفود؟ لا، ده احنا لسه قايلين في السؤال اللي قبليه ان الفوتوسينثيس دي بتتم في الليفز، يبقى هتبقى ليفز. الإجابة هتبقى غلط، يبقى رقم 4 غلط. السؤال رقم 5 without plant life on earth is impossible. فعلا، وده كان سؤال كنا مجاوبينه في آخر lesson 4 في آخره خالص. كانت آخر سلايد بتقول without plant life on earth is impossible give the reason، وقلنا إن الريزون إن البلانتس بتعمل make photosynthesis process and produce oxygen اللي احنا بنحتاجه لعملية البريس للتنفس. تمام، يبقى هنا السؤال رقم 5 هتكون إجابته صح. السؤال رقم 6 xylem and venom differ in plant function. هل الزايلم والفيلوم ليهم وظيفة مختلفة ولا الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة؟ هنقول فعلا الإجابة صح، الزايلم والفيلوم لهم وظيفة مختلفة، لأن الزايلم بيعمل إيه؟ بيعمل transport water and nutrients from roots to leaves. أما الفيلوم بيعمل إيه؟ بيعمل ترانسبورت للفود from leaves to all parties of plant، لجميع أجزاء النبات. طب السؤال رقم 7 sunlight is necessary. الضوء الشمس بيكون مهم، مصدر مهم source of energy للطاقة for plant to make their own food. طبعا الإجابة هتبقى صح. احنا قلنا في الفوتوسينثيس بروسيس اللي بيحصل إن طاقة الشمس دي أو الإنرجي اللي جاية من ضوء الشمس السانلايت بتعمل إيه؟ بتخلي النبات في الليفز يعمل حاجة اسمها كومبيل للووتر والكربون ديوكسيد، فبيكونوا الغذاء بتاعهم. يبقى بالتالي من غير السلايت الفوتوسينثيس مش هتتم. تمام، كده نبقى خلصنا الترو اند فولس وخلصنا الورك شيت رقم 4 اللي انا كنت سايبه لكم واجب، وكان في كمان ورك
شيت رقم 5 كنت برضو سايبه لكم واجب، وهنبدأ فيه بأول سؤال وهو الكومبليت، وكان عندنا فيه 11 كومبليت. نبدأ بأول واحد، دول كانوا مهمين جدا جدا جدا. بيقول plants make their energy in the form of نقط sugar during photosynthesis process. يبقى البلانتس بيعمل their energy طاقته in the form of نقط sugar during photosynthesis process. بيعمل طاقته او غذائه ده اللي بياخد منه الطاقة يعني في شكل ايه من انواع الشجر during photosynthesis process؟ يبقى جلوكوز. يبقى هنا جلوكوز. هتلاقوا هنا الاسئلة غريبة شوية بس احنا هو بنحلها مع بعض. يبقى هنا هيبقى جلوكوز. تمام. تاني سؤال، وخلي بالك ان هو فيه كذا نقطة مش نقطة واحدة بس. اير اند، وده برضو هتلاقوا اجاباته مع ورك شيت 4 في الفيديو ده في اخره خالص. هسيب لكم الاجابات مكتوبة. اهم حاجة حلوا معايا دلوقتي، ما تهتموش بالكتابة قوي قد ما تهتموا تعرفوا اجابة السؤال انتوا كنتوا فعلا حلينها صح ولا غلط. Air enters plant through stomata on their نقط while it enters the human body through نقط and نقط. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الهواء بيخش النبات enter plant through stomata من خلال الستوماتا on their نقط. يعني الستوماتا دي موجودة فين؟ on their the leaves في الليفز في الأوراق while it enters the human body through نقط and نقط. بيخش الجسم الإنسان من إيه؟ أنا ممكن أتنفس كده بمناخيري يبقى ذا نوس، أو ممكن من بقي يبقى ذا ماوس. يبقى من خلال ذا نوس and ذا ماوس. تمام. السؤال رقم 3. Human circulatory system consist of بيكون من نقط and نقط. هنقول the hair and blood vessels، وممكن كمان نزود نقطة لو كان فيه ونقول and blood. يبقى heart و blood vessels and blood، ولو هو عايز نقطتين بس يبقى heart و blood vessels. يبقى كفاية كده. ونخش على السؤال رقم 4، وبيقول arteries carry blood rich in نقط and oxygen from the heart to the نقط. يعني الارتريز دي بتحمل الدم اللي هو محمل بإيه والأكسجين من القلب لإيه؟ هنقول إن الأرتريز دي بتحمل الدم اللي بيكون محمل بالجلوكوز and oxygen، وممكن نقول نيوترانس بس الجلوكوز يعني أحسن أو أفضل في الإجابة يعني. فهتبقى جلوكوز and oxygen from the heart to the body cells طيب، يعني لكل أجزاء الجسم أو خلايا الجسم. رقم 5 the blood and other fluids are transported through the body by the نقط system. ينفع هنا اقول arteries او vein؟ لا، لان هو قال system، هو عايز النظام كله. كان اسمه ايه؟ مش احنا عرفنا النظام وقلنا ان هو بيتكون من اللي هم البلاد فيزلز، والبلاد فيزلز دي اللي هي بتتكون من الارتريز والفين. طب كان النظام كله كان اسمه ايه؟ كان اسمه circulatory system. يبقى هنا هكتب the circulatory system. يبقى circulatory. تمام. طب السؤال رقم 6 the plant makes sugar in its نقط during photosynthesis process. النبات بيعمل الشجر اللي هو الغذاء بتاعه فين؟ its ايه؟ its leaves في أوراقه leaves خلال عملية الفوتوسينثيز أو photosynthesis process. السؤال رقم 7 معانا برضو في الكومبليت transport system in the plant consists of two types of vessels which are نقط and نقط. فاكرين النبات كنا قايلين في الرسمة اللي كنا عاملينها وفيها جدول بتاعت الشجرة، كنا قايلين في حاجة طالعة كده كان في حاجة بتنزل كده. اللي كان بيطلع كده كان اللي هو الزايلم، واللي كان بينزل كده كان اللي هو الفيلوم. يبقى هنا زايلم and فيلوم. وقلنا الزايلم بيعمل ايه؟ نراجع مع بعض. transport water and nutrients from roots to leaves. أما الفيلوم بيعمل transport للفود from leaves to all parts of plants. رقم 8 بيقول لك اول لما تلاقي انت السؤال كده تلاقي فيه نقط كتير وطويل بتتخض منه تقول مش عارف اجاوب، مع انه هو سهل قوي. تعالى كده نقراه ونشوفه. بيقول لك arteries carry oxygen and nutrients from the نقط to all the body parts. الارتريس
بيحمل الأكسجين والنيوترينتس من A لكل أجزاء الجسم from A from heart. أدي أول نقطة خلصنا منها. while بينما نقط in plant system carry water لسه كنا قايلينها الحتة دي from نقط to the leaves. إيه اللي بيحمل المية من حاجة للأوراق؟ اللي بيحمل المية من حاجة يوديها للأوراق، اللي بيودي أصلا للأوراق اللي هو الزايلم، يبقى هنا هنكتب زايلم. بيحمل الميه منين؟ طيب بيحمل الميه المفروض كمان والنيوترينتس، سواء قد ميه بس مش مهم عادي. من ايه؟ من فروم ذا. ايوه فروم ذا روت تو ذا ليفز. بص السؤال الطويل اهو جاوبناه كله كان سهل ازاي. طيب السؤال رقم 9. In plants leaves نقط energy is converted into نقط energy during photosynthesis process. احنا قلناها الحتة دي في الدرس المرة اللي فاتت، بس إيه كانت مستخبية شوية. فهنا اهي باينة بقى إن implant leaves كانت موجودة في النوتس، كنا كاتبينها في النوتس. فهنا باينة بنقول بقى إيه implant leaves بيحول الطاقة إيه إلى إيه. مش إحنا بناخد السان لايت وبنعمل لها جوه السان لايت دي بتخلي إيه اللي بيحصل له كومبين الكربون دي اوكسيد والووتر، فدي كده ايه عمليه ايه كيميائيه اهو، كربون دي اوكسيد وووتر يتحدوا مع بعض وكده بيكونوا اكسجين وجلوكوز. يبقى هي بتحول الطاقه بتاعت لايت انرجي is converted into ايه بقى انرجي، هتبقى chemical انرجي، يبقى لايت انرجي into chemical انرجي. تمام. السؤال رقم 10. Flowers of the plant produce نقط that help it to نقط. الفلاورز of plant produce بتنتج ايه؟ that help it اللي هو بتساعد يعني البلانت to ايه؟ بتنتج seeds قلناها برضو. that help it to reproduce اللي هو عملية الريبرودكشن اللي احنا خدناها، بس هنا نكتب بقى to reproduce لأن بعد to بيجي طبعا المصدر، فهتبقى reproduce اللي هو التكاثر بتاع النبات. كده رقم 11 أو السؤال رقم 11. There are two types في نوعين of vessels من vessels in the human. خلي بالك السؤال ده بص اهو شبه السؤال برضو اللي هو كان ان في نوعين من الفيسلز بس في النبات اهم، اللي هي transport system in the plant consist of two type of vessels which are كان هنا xylem في السؤال رقم 7 xylem and value. اما هنا قلنا زي لما فيلم، انما هنا 11 بقى بيقول لك there are two type of vessel in human. هنا كان in plant، هنا بقى in human circulatory system which are تبقى arteries وفين. وفاكرين الجدول اللي كنا عاملين فيه مقارنة ما بين الارترز والفين والزايلم والفيلوم الاربعة مع بعض. السؤال ده طبعا برضو ايه، او الجدول ده ايه مهم جدا. نخش على السؤال اللي جاي والاخير وهو give reason for. عندنا 3 أسئلة give reason for، وقبل ما نبدأ فيهم أحب أفكرك بالمثال بتاعنا اللي بنفرق بيه ما بين سؤال give reason وسؤال what happened. لما أنت بتتأخر على المدرسة والمستر بيقول لك give reason بتقول له علشان السكة كانت زحمة. لكن لما أنا بقى بتجيلي وأقول لك what happened لما أنت اتأخرت إيه اللي حصل، تقول لي المستر عاقبني، فيبقى دي النتيجة. أما كان السبب إن كانت السكة زحمة. لكن ما ينفعش المستر يقول لك أنت اتأخرت ليه give reason تقول له عشان أنت عاقبتني وهو أصلا لسه ما عاقبكش، وده ملوش علاقة بالتأخير. وما ينفعش أقول لك لما أنت اتأخرت المستر عمل لك إيه what happened تقول لي السكة كانت زحمة، ما ينفعش. فهنا نفس الحكاية. فهنا give reason for flowers are important parts for the plant. يعني إيه؟ الفلاورز بيقول لك جزء مهم قوي في النبات. لو احنا عايزين نعرف هو ليه مهم give reason نديله سبب ان هو مهم، نشوف وظيفته ايه، هي بيعمل ايه، عشان كده اكيد مهم. يعني انا لما اقول لك هو انت مهمتك او مثلا انت ليه بتعتبر مهم في المدرسة، تقول لي او في الفصل مثلا تقول لي علشان انا في الفصل مسؤول عن توزيع الوجبات، فانا لو غبت محدش هيوزع الوجبات. مثلا انت ليه مهم في النادي في فريق الكوره مثلا بتاعك، تقول لي عشان انا مدافع او انا مثلا بقف جون، من غيري محدش هيعرف يقف جون. فانت بتقول هنا ايه وظيفتك اللي انت بتقوم بيها.
تمام. فهنا بنقوله للفلاورز important مهمة أو جزء مهم في أجزاء النبات، هنقول because flower produce seeds، مش هي اللي بتنتج seeds؟ produce seeds for the plant. طب وإيه يعني؟ طب ما تنتج seeds نعمل بيها إيه يعني؟ هنقول له that help the plant to reproduce أو plant reproduction. تمام؟ يبقى هي اللي بتنتج السيدز اللي بتساعد النبات على التكاثر أو to reproduce. تمام. طيب السؤال التاني بيقول لك circulatory system has an important role for human to survive. إن الcirculatory system ده بيلعب دور مهم أو ليه دور مهم في حياة الإنسان، أو إن الإنسان يظل على قيد الحياة. طب هنشوف برضو السكريتري سيستم ده كانت ايه وظيفته. ده كان بيتكون من بلاد وفيزلز وبيعمل نقل للدم ومش عارفه ايه. طب ما دي حاجه مهمه دي ولا مش مهمه؟ اكيد مهمه. ده كان ما بينقل الدم ده كان فيه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، وكان فيه النيوترانس، وكان بتاعه بيغذي جميع اجزاء الجسم. يبقى دي مهمه. يبقى هنقول له because it transports blood and other fluids through the body، لأنه بينقل الدم والسوائل الأخرى خلال جسم الإنسان. طيب السؤال رقم 3 بيقول xylem implant is one way vessels. فاكر في الحاجات اللي احنا قلنا الجدول المقارنة اللي عملناه ما بين النظام النقل هنا ونظام النقل هنا ما بين النبات والإنسان، كان في حاجات متشابهة وفي حاجات مختلفة. من بين الحاجات اللي هي كانت السيميلر المتشابهة كان إن إن الاتنين عندهم one way vessel. يعني ممكن هنا يقول لك xylem implant one way vessel، أو الفيلوم امبلانت وان واي فيزل، او ال ال الارتريز in human is one way vessel، او الفين in human is one way vessel. لما يقول لك السؤال ده هتقول له وظيفة برضو كل واحد اللي هو الحاجة اللي بيعملها، عشان كده هو one way vessel في طريق واحد أو في اتجاه واحد. فهنقول له xylem because xylem carry water and nutrients from the roots to the leaves. بس كده. هو بينقلهم المية والنيوترينتس والعناصر الغذائية من الجذر إلى الأوراق. بس مش بيقعد بينقلهم من الجذر من الجذر ومن الأوراق للجذر، لا ده في حاجة تانية بقى اللي بتنقل من الأوراق اللي هي بتاع ده الفيلو. فكل واحد بيشتغل في اتجاه واحد بس. بس كده وبكده نبقى خلصنا الجيف ريزون وخلصنا كل الأسئلة. هبدأ دلوقتي أعرض لكم اهي الإجابات. دي إجابات، شوف بقى لو عايز تاخدها سكرين أو توقف الفيديو، دي إجابات الكومبليت بتاعت ورك شيت. وبعد كده إجابات الصح وغلط بتاعت الورك شيت الأولاني اللي هو كان ورك شيت نمبر 4 بالنسبة للمنهج كله أو بالنسبة لكونسبت 1. ده هنا برضو إجابات ورك شيت 5 اللي احنا كنا بنحله دلوقتي. دول الثلاث أسئلة هم الجيف ريزون، ودول ال 11 كومبليت. كان في السؤال رقم كام؟ كان رقم 6 تقريبا أو 5 ولا كان كام؟ لا ده كان في النموذج اللي قبليه. النموذج اللي قبليه كان في السؤال رقم 5. هتلاقوا إن إجابته غلط زي ما قلت لكم، بقى عدلوها. باقي الإجابات إن شاء الله كلها صح. وكده كده لو في حاجة في الإجابات هنا غلط تاخدوها من الإجابة اللي أنا كنت قايلها، بس كل الإجابات إن شاء الله صح لأنها متراجعة كلها. أشوفكم إن شاء الله الحصة اللي جاية. السيشن اللي جاية هنشرح ليسون 5، وهيبقى آخر ليسون في كونسبت 1، وهو ليسون صغير جدا، ونبقى خلصنا كونسبت 1 على خير. أشوفكم الفيديو الجاي. ولو عندكم أي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، أو هتلاقوا جميع منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي في الديسكريبشن بوكس. تقدروا تسألوني على أي حاجة أنتم محتاجينها في المنهج. وأشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وعلى زر الجرس، تبعتوا الفيديو لزمايلكم عشان كلهم كمان يستفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.